السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغنية فعلا ما بيتنسيش، الأغنية الجديدة لرامي صبري وتامر حسني، وطبعا الاتنين مع بعض هو كل واحد لوحده أصلا نجم كبير رقم واحد، فما بالك لما يتجمعوا مع بعض في أغنية المفروض يعملوا حاجة بوم. قال لك مسروقة. ايه اللي مسروقة؟ الأغنية دي مسروقة. فعايزين نعرف ايه الحوار ده. فيبقى السؤال، هل هي مسروقة ولا لا؟ مع بقى الأسئلة التقليدية، هل الأغنية حلوة في مستوى النجمين الكبار دول ولا لا؟ طب مين فيهم غنى أحسن؟ دايما جرت العادة إن بيتعمل مقارنة ما بينهم، مع طبعا اذكر إيجابيات وسلبيات هذه الأغنية. فيلا بينا مشروبك. طبعا تيجي كنا نتفرج على فيديو على اليوتيوب تلاقي ايه، يقول لك ايه مشروبك معايا ويلا بينا. فبقى انا مثلا اتفرج على 5 فيديوهات ورا بعض، فالخمسه يقولوا لي ايه القهوه بتاعتك وتعالى، فانا المفروض اشرب 5 قهوه عشان اتفرج على فيديو، كل فيديو 10 دقايق. انا هعمل زيهم، مشروبك واقعد معايا ندردش في الموضوع. ايه موضوع السرقه ده؟ نبدا بيه عشان لو الاغنيه مسروقه ما نكملش الفيديو ونخلص. بص كده الحته دي للفنان تامر حسني والفنان رامي صبري. فعلا ما بيتنسيش. تلاقيها شبه الحته دي للفنان سامو زين. اغنيه اسمها ايام في بعدنا فات. اوبا، كلم لي بقى مباحث الموسيقيين يجوا يشوفوا ايه الحوار ده وايه اللي بيحصل. هل دي سرقه؟ قال لك لا، ده يا دوب هي الدخله، باقي الجمله مختلفه وباقي الجمل مختلفه، وبالعكس في اغنيه تامر حسني ورامي صبري الجمل احلى. اغنيتنا هنا اغنيه حزينه عن علاقه ما بين طرفين، طرف فيهم جه قوي على الطرف التاني. هو بيقول انا اتجحدت كتير معاه، واتجحدت دي جديده قويه. انا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم، خانها 1000 مرة وما عابتش يوم، ما اعترضتش ليه، ملاك ولا ايه؟ فهي اضطرت بقى في الاخر لما جابت اخرها تنهي العلاقة، فهو حس قد ايه هو خسر خسارة كبيرة وخلاص ما بقاش فيه امل ولا مجال للرجوع. فحس بالفقفاق بقى، حس ان هو ايه اللي انا عملته ده، مع طبعا موسيقى بقى اللي فيها روك وفيها جيتارات وفيها يعني موسيقى شديدة تحسسك بالفوقان وبالتوهان وبالصريخ اللي موجود في المزيكا، يعني خبطات قوية. مع في آخر الأغنية بتلاقي الطبقة بتتغير. فحركة تغيير الطبقة اللي في الآخر دي بتعمل لك ايرور كده في ودنك، مناسب للارتباك بتاع الأغنية، وبتعلي المود المحبط خصوصا مع التصوير الحزين اللي باين في الأغنية. وأنا رأيي هنا إن في العلاقة دي، هي لو ما كانتش أنهت العلاقة وسابته كان هيفضل في الغالب يتجاحد معاها ويخونها اكتر، لانه هو ما فاقش غير لما سابته. فهي برضو تتحمل على فكرة ولو جزء بسيط من الغلط، هو الغلط عنده هو، بس هي تتحمل جزء بسيط ان هي قعدت تفوت كتير كتير، فده خلاه ياخد على الغلط ده اكتر. ففي جميع الاحوال هما الاتنين كسبانين، هي اكيد كسبت رايح دماغها من القرف ده، وهو كسب انه عرف فاق لنفسه وعرف الصح من الغلط. لما يدخل علاقة جديدة هيبقى انسان افضل. فهم الاتنين بقى بعد كده في العلاقه الجديده يخلوا بالهم، هو يخلي باله مع الطرف الاخر وهي بعد كده تخلي بالها وما تفوتش كتير كده، عشان عارفه ان لما تفوت كتير كده في الاخر هننهي العلاقه. فلا، من اول يعني اول باول كده ما تخليش حد يجي عليها بهذه الدرجه. مين غنى احسن؟ ده سؤال برضو بيتسال كتير. الاتنين تعادل، الاتنين احساسهم مختلف. تامر احساسه احساس حنين كده، وفي نبره كده في صوته بيطلعها فيها حنيه قويه. رامي صبري احساسه احساس موسيقي اكتر، بيلعب بتوصيل الاحساس من خلال المزيكا اكتر. ففي الاتنين اعتقد تعادل، واعتقد ان التعادل اللي ما بينهم ده مقصود، هم ظابطينها بالمسطره علشان ما حدش يبقى بيعلي على التاني، لان الاتنين نجوم فده مفهوم. انا شايف انها اغنيه حلوه ولكن فيها مشكلتين. اول مشكله، حاسسها اغنيه لا تصلح للدويتو. القصة المرسومة كلاما ولحنا ومزيكا يعني لا تتناسب مع ان اتنين يغنوها. هل الاتنين عندهم نفس القصة الدرامية بالظبط، بيحكوها بنفس التفاصيل تقريبا، نفس الجحدان عندهم هما الاتنين؟ ده ايه العالم دي؟ فحاسس ان وجودهم مع بعض مش متوظف صح، كانه ريميكس معمول بالاي اي. جبنا صوت تامر حسني على صوت رامي صبري، انما كانت هي ممكن اغنيه واحد بس يغنيها عادي ويبقى زي الفل. حتى في اغلب الفيديو كده كل واحد تحسه في وادي، كأن كل واحد بيصور اغنيه تانية، كانهم متركبين، مفيش ما بينهم تواصل، مفيش تفاعل. ممكن واحد يقول لي طب ما طبيعي اكيد يكون مفيش تفاعل، الاتنين في حزن للركب، فتفاعل ايه ده وقته؟ اقول له ماشي، عشان كده انا شايف انها لا تصلح قوي للدويتو. يعني ممكن واحد بس كان يغني، يعني ليه اتنين نجوم بالحجم ده يغنوا الاغنيه؟ مش مستاهله. ويجي من هنا النقطه اللي بعدها، هل الاغنيه على قدر مستوى النجمين؟ انا شايف لا،
هي ممكن تكون على قدر مستوى نجم واحد فيهم لو كان غناها لوحده، انما تلاقي النجمين مع بعض اعتقد كان ممكن يبقى في حاجة اقوى، رغم انها اغنية قوية وحلوة. وفي ناس بتقول ما فيهاش جديد، عادية. لا، هي هو كون انهم الاتنين يغنوا مع بعض، تامر حسني ورامي صبري، ده جديد. مش لازم كل العناصر تبقى فيها جديد يعني، بس العنصر الغنائي اهو الاتنين بيغنوا مع بعض، فده في حد ذاته جديد. قولوا لي رأيكم في الكومنتات. عجبك الفيديو اعمل لايك شير سبسكرايب، وشكرا.